السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. لو عايزة تعملي ديك رومي بس الإمكانيات مش متاحة، ممكن بالديك البلدي نعمل ديك رومي بكل تفاصيل الديك الرومي. شايفة الريحة؟ شايفة الشكل عامل إزاي؟ شكل بيتكلم عن نفسه. التسوية عايزة أقولك إن هو يعني طالع من بعضه. شايفة عامل إزاي؟ بصراحة ملوش وصف. وصفة عزومات من الطراز الأول، تشرف مطبخك، تشرف سفرتك بإمكانيات يعني مش بسيطة قوي، بس مش زي الديك الرومي طبعا. شايفة التسوية دي وصل لها بطريقة موجودة في الفيديو. اللون ده رغم ان الفرخة تتبيلتها مش واخدة طماطم، وصل للون ده ازاي؟ دي اسرار موجودة في الفيديو. الريحة يا ريتك معايا وشم الريحة فظيعة ملهاش وصف. برضو اسرار موجودة في الفيديو. حضرتك تنوريني في القناة وتشرفيني في القناة عشان تعرفي الاكل المميز ممكن تكون تفاصيله عاملة ازاي. ممكن بفرخة مش ديك تطلع التحفة دي. بس التزمي بالخطوات اللي انا عملتها وامشي على الخطوات اللي انا عملتها، هتطلعي التحفة الفنية دي. وبالهنا والشفا مقدما. وادخلي معايا الفيديو هتلاقي المقادير مختلفة لوصفة مختلفة تشرفك في مطبخك وتشرفك قدام ضيوفك على سفرتك. طبعا كلنا عارفين اسعار ديك الرومي بقت عاملة ازاي. طيب لما نعمل ديك بلدي زي ما انتم شايفين بالشكل التحفة ده على طريقة الديك الرومي، تمام، هو برضو الديك مش رخيص برضو بس ما يتقارنش باسعار الديك الرومي. طبعا مغسول كويس جدا، بحاول اجففه من اي سوائل موجوده فيه لان احنا هنتبله على طريقه الديك الرومي. طب الديك الرومي ممكن يكون بيتبل ازاي او بيحتاج ايه في تتبيلته؟ تتبيله الديك الرومي بيحتاج زبده، وبيحتاج توم، وبيحتاج روزماري، وبيحتاج زعتر سوري. شايفين عامل ازاي؟ عايزه اقول لك ريحته خرافيه. ممكن تجيبيه من عند اي عطار، بس عطار يكون موثوق فيه، هيدولك باللون الاخضر ده والريحه الجباره دي. طيب زي ما قلت لك، اول حاجه بنجفف الديك خالص، ما يكونش فيه اي سوائل من اي نوع، هو مغسول ومتنشف ونضيف جدا. اول حاجه الزبده بدرجه حراره التلاجة يعني متماسكه، عشان احنا محتاجين ان احنا نبشرها. بصي ابشري كميه محترمه من الزبده، وتكون زبده نوع كويس جدا، عشان هي اللي هتديني التست، وهي اللي هتديني الريحه، وهي اللي هتديني طعم الديك الرومي. بشرنا حوالي 3 معالق كبار من الزبده بالشكل ده. هنزل عليها على طول ببشر الثوم، مش عايزه اخرطه عشان بشر الثوم هيطلع لي كل السوائل اللي موجوده في الثوم، وهيديني الريحه الجباره للثوم. دي راس ثوم كامله، هبشر حوالي 5 6 فصوص من الثوم. مع تتبيله الزعتر والروزماري مش محتاجه افوره في البهارات خالص. هضيف معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من البابريكا المدخنه، ودي عشان تديني اللون الاحمر مش اكتر. هضيف بقى معلقه كبيره بالشكل ده من الزعتر، عليها معلقه من الروزماري، هضيف عليهم معلقه كبيره من الملح. كل التتبيله دي بقى بصي عايزه اطلع كل الريحه اللي فيها، ومجرد لما انت تقلبيها كده الزعتر مع الروزماري مع الثوم مع الزبده هتودينا في مكان تاني. طيب مع التتبيله الشامي التحفه دي تفتكري ممكن نخليها سايله بايه؟ محتاجه معلقه من دبس الرمان على كل التتبيله التحفه دي. مش هقولك استمتعي بالاكل، لا استمتعي بالريحه وانتي بتقلبي كل المكونات دي مع بعضها بالشكل التحفه ده. التتبيله دي لازم تفضل في قلب الديك وعلى الديك اقل حاجه ساعه، عشان تحسي لما يجي يستوي يطلع كل الروائح التحفه دي. هاخد الديك بقى، وزي ما قلت لك احنا عايزين نحشي في الاماكن اللي زي دي، علشان الاماكن دي هي اللي بتطعم لي اللحم وبتخلي لي اللحم يتبل كويس قوي. الشكل ده كده. وهضيف برضو في المكان ده معلقه كبيره من التتبيله. هضيف معلقه هنا جوه من هنا كده،
هعمل له عمليه مساج دلوقتي، بس بعد ما اوزع فيه. اللي عارفني ومتابعني، معلش انا بحب اعمل دي كده عشان يبقى الموضوع سهل جدا ويدي شكل كويس. عارف ان انا المكان ده مش بحاول افتحه خالص لاي طريقه هستخدم فيها الديك او الفرخه. احشيه رز، احشيه فريك، احشيه خلطه زي دي كده، احشيه تتبيله بصل وطماطم، اي حاجه بصراحه بياخد تتبيله كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى شكله كويس جدا. بعد ما وزعنا كل التتبيله في قلب الديك من جوه، هنبدا بقى نوزع التتبيله كده. شايفه؟ هي دي التتبيله اللي بقولك عليها. وكل ما بتتبليه في المكان ده، كل ما اللحم بتاع الديك بيتبل وبيكون طعمه وريحته خرافيه. التتبيله اللي فاضله هتبل بيها الديك كله بالشكل ده. اتبل الديك زي ما حضرتك شايفه بالشكل ده. هنسيبه زي ما قلت لك ساعه علشان اللحم بتاع الديك يشرب من التتبيله بتاعت الثوم والزبده برضو تسيح، لانها كانت تقريبا مفرزه بحراره التلاجة، فهتسيح. فكل ده هيتداخل في بعضه وهيعمل طعم للديك كويس جدا. هسيبه ساعه مع تشكيله الخضار اللي انا هعملها واللي انا هضيفها تحت الديك. تشكيله الخضار دي بترجع لحضرتك انت زي ما بتحبي. انا عندي طماطم، عندي بطاطس، عندي بصل قوارمه، عندي قطعه كوسه صغيره برضو لحبنا للكوسه او لا. فزي ما انت بتحبي ضيفي الحاجات اللي انت بتحبيها، وحضرتك ممكن تستغني جدا عن الحاجات اللي انت مش بتحبيها. البطاطس بيبي صغير والبصل قوارمه عشان يستحمل التسويه بتاعه الديك هياخد له في الفرن ساعتين 2 عشان يستوي. فمحتاجه الخضار يكون متماسك ويكون كبير عشان يقدر يحتفظ بشكله. الفلفلايه دي سبايسي، فانا هسيبها زي ما هي علشان ما تنزلش حراره جامده جدا في قلب الخضار. طيب تشكيله الخضار دي محتاجه ان هي تتبخر من الملح، معلقه من الكمون. طيب هضيف عليه كام فص من الثوم سليم بالشكل ده. وعلشان التتبيله كلها زبده، فانا مش هضيف زيت على الخضار ده. انا هضيف معلقه كبيره من الزبده علشان الخضار يبقى برده مطعم من الزبده. في التتبيله دي هو الزعتر والروزماري، فهضيف معلقه من الزعتر. عايزه اقول لك الزعتر ده تعود، لو انت متعوده عليه وبتحبي تاكليه باللبنه، تعمليه مناقيش كده، هتلاقي طعمه تحفه. هضيف عليها معلقه من الروزماري بالشكل ده كده بس. مش هضيف اي حاجه تاني غير كوبايه ميه مغليه هضيفها على الخضار، وهنا كده على الخضار. وهسيبهم الاتنين مع بعض يكملوا الساعه بتاعه تتبيله الديك على الخضار بالشكل ده. بعد ما فضلت ساعه كامله الخضار والديك، دي كوبايه من الميه المغليه مدوبه فيها مكعب من المرق عشان يطعم لي الخضار، وهضيفه على الخضار بالشكل ده. ويبقى هو ده التسويه بتاعه الديك وبتاعه الخضار. ورقه من الزبده مبلوله علشان خاطر تطري الديك وما تنشفوش، هغطيها بالشكل ده. وهغطيها ورقه الومنيوم علشان تحبس لي الحراره والديك يستوي قوي ويدوب فيها. هدخلها الفرن على درجه حراره 200. هولع من فوق وهولع من تحت. هحطها اول ساعه في الرف الاخير خالص تحت كده على البلاطه بتاعه الفرن، وبعدين هحطها في رف اوسط وهرفع الورق من عليها واديها تستوي على الفرن. يا جماعه يا ريتكم معايا وشامين الريحه الخرافيه. انا عايزه اقول لك ان الديك اخد نص الوقت، وان شاء الله يعني الشكل كده بيقول ان هو دايب ذوبان سمين. هو مش هياخد على النار اي شيء خالص. هو تقريبا يعني بيقول انا يعني خلاص انا هديله بس حاجه بسيطه، والخضار تقريبا كمان استوى خالص اهو. انا هديله بس لون بسيط خالص تحت الشوايه عشان يبقى اللون احلى من كده والريحه اقوى من كده. طلع من الفرن واللون والريحه بيتكلموا عن نفسهم، والتسويه اكيد باين عليه. صوما مقبولا وافطارا شهيا. واحفظي الفيديو عندك لمنيو العزومات في رمضان.
كل سنه وانتم طيبين. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم في فيديو تاني جديد.